بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيب محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى الدين، ثم وبعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم دوما بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدني وأرحب بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا على طاعتنا، ولذلك والقادر عليه. وباسمكم أيها الإخوة، وكما عودتكم دائما أن ننتقل لكم ثلة من علماء هذه الأمة ومشايخها الفضلاء ودعاتها الأجلاء. في هذه الحلقة يسعدني وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا فضل الشيخ الدكتور نبيل بن علي العوضي، الداعية الإسلامي المعروف والمشرف العام على مبر طريق الإيمان والمشرف العام على موقع ومنتدى طريق الإيمان. فضل الشيخ، حياك الله معنا في هذا اللقاء وأهلا ومرحبا بك. الله يبارك فيك شيخ عايض، وجزاك الله خير على استضافتي. بارك الله فيك. يعني مرارا في هذا البرنامج. حياك الله الشيخ، نفع الله بالدنيا والآخرة. وكما أيضا عودناكم أن نلتقي مع ضيوفنا الكرام المواضيع التي تمس واقعنا وتهم حياتنا وتجعلنا نسير في المسار الذي يريده الله سبحانه وتعالى. موضوعنا اليوم حول حجاب يلزمه حجاب. إن التحدي الذي يواجه الأمة الإسلامية في قضية المرأة والحجاب ليس تحديا هينا ولا بسيطا كما قد يبدو لنا جميعا. ليس بسيطا ولا هينا، لأن قضية المرأة ليست معزولة عن قضية الأسرة، والأسرة ليست معزولة عن المجتمع برمته وصحة الحضارة من صحة المجتمع وسلامته. ويتبادر إلى أذهان الجميع لماذا التركيز على المرأة من قبل مختلف دوائر الإفساد ومن قبل العلمانيين وغيرهم من هؤلاء، والسر أن هؤلاء قد فطنوا لمكانة المرأة الأساسية ودورها في صنع الأمة وتأثيرها على المجتمع، ولذلك أيقنوا أنهم متى ما أفسدوا المرأة نجحوا في تغريبها وتضليلها، فحين ذلك تهون عليهم حصون الإسلام، بل يدخلونها مستسلمة بدون أدنى مقاومة. وقد برزت في السنوات الأخيرة مؤشرات إيجابية على عودة الأمة من جديد بفتياتها ونسائها إلى التزام شرع الله، غير أن هنالك ظاهرة سلبية أصبحت تظهر معالمها، وهي ارتداء المرأة الحجاب لحجاب لا تتوفى فيه أدنى المواصفات الشرعية، بل حجاب يحتاج إلى حجاب، بل أنه في كثير من الأحيان يفتقد إلى صفة الحشمة والوقار. وأصبح الكثير يقول أن هذا الحجاب يحتاج إلى حجاب كما ذكرنا آنفا. فحجاب يحتاج إلى حجاب، وهذا هو موضوعنا الخطير على موضوع المرأة ومعرفة مختلف جوانبه. معنا فضل الشيخ دكتور نبيل العوضي مرة أخرى، حياك فضل الشيخ. شيخنا، حجاب يحتاج إلى حجاب، يعني لماذا الحديث عن المرأة والحجاب ابتداء، ثم لماذا التركيز عليها من دوائر الإفساد المختلفة، ولماذا المرأة المسلمة بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أولا كلامك جيد والمقدمة كانت كافية في الموضوع نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، والشيطان أول ما بدأ في إخراج آدم عليه السلام وحواء من الجنة، أول ما بدأ بنزع اللباس. يعني لازم نفهم أن هذه أول معصية وقعت من البشر. حاول أن يغريهما بالوسواس قيل سنوات طويلة، حتى وقع آدم عليه السلام وحواء بأكل الشجرة، الأكل من الشجرة. الله عز وجل أمر بعدم الاقتراب من الشجرة، اقترب من الشجرة ذاق، فقط ذاق، فلما ذاق من الشجرة بدت لهما سوآتهما. هذه كانت خطة إبليس، أن ينزع اللباس أو العورة، يكشف العورة لبني آدم. هذه الخطة من عهد آدم عليه السلام إلى اليوم، تخيل كم أضل فيها من البشر. ولهذا الله جل وعلا يقول في القرآن: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. فقضية نزع اللباس بالنسبة للشيطان هذه أكبر وسيلة اليوم، أن ينزع عورة الرجل أو عورة المرأة. حتى الرجل عنده عورة أيضا، عورة الرجل أو المرأة، ليفتن البشر ببعضهم البعض. استخدام المرأة، ليش؟ المرأة في الأصل أنها يعني تفتن أكثر من الرجل، ولهذا أمر الشارع الحكيم بحجاب المرأة الكامل. ما اختلفوا إلا فقط في الوجه والكفين، وللأصل ما في خلاف على باقي الجسد المرأة في وجوب تغطيته والتزام الحجاب. المرأة، ليش المرأة؟ لأن المرأة اليوم سلاح. المرأة تستطيع يا شيخ تضيع رجل اليوم. إذا يبون مثلا يوصلون لقائد أو نظام استخبارات، حتى يبون يسقطون رجل أو رمز أو يمسكون عليه ممسك، نعم، ما يقدرون إلا بالمرأة. يدسون مرأة بعد محاولة، محاولتين، ثلاث، أربع، حتى تصل للرجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم. تلقى الرجل قوي شجاع يتكلم بكلام ما حد يوقف أمامه،
تأتي امرأة تضيع عقله كله. لا إله إلا ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم طيب. القوي الشجاع. فضيلة الشيخ، ناقصات عقل ودين هل هي مسبب بحق المرأة؟ لا في هذا الجانب؟ لا طيب. طبعا. وضح لنا هذا الأمر. أحيانا المرأة تتفوق على الرجل في أشياء كثيرة. صحيح. لكن مقصود ناقصات عقل في الشهادة. أيوة. المرأة يطلب منها بدل عاطفية يعني. هذا نعم في العاطفة، وأيضا في شهادة المرأة. جيد. المرأة تشهد نصف شهادة الرجل، يعني نحتاج إلى امرأتين مكان الرجل. الشيء الثاني بالنسبة للدين في الصلاة، المرأة لا تصلي في أيام العادة الشهرية، فهي أنقص في دينها من الرجل مع أنها معذورة. إذن هي مسائل فقهية ويكتب لها الأجر، لا مذمة ولا لا علاقة في يعني بيان الفرق بين الرجل والمرأة. نرجع مرة ثانية، ليش التركيز على المرأة؟ لأن المرأة كل الأمم اليوم تدري أن المرأة هي السلاح اليوم. أنا بروج بضاعة اليوم، أكثر الناس اللي بيروج بضاعة أهل الدنيا يفكر بالمرأة. يأتي امرأة يغري فيها الناس، ما له علاقة، يعني أنا سيارات ولا بضاعة لي عطورات ولا بضاعة لي أوغاز مثلا، ما له علاقة بالمرأة. تاير. يأتون بمرأة فاتنة وتتعرى فقط لترويج بضاعة. اليوم حتى البضائع صورة امرأة عشان تتروج. الآن حتى يا شيخ يعني الدعايات، الأفلام والمسلسلات، يأتي مسلسل يبي ينتج مسلسل، ما يفكر فكرة المسلسل، قوة الهدف من المسلسل، الحبكات اللي في المسلسل، لا يفكر من الممثلات في المسلسل. يأتي بفاتنات ينزع ملابسهن فقط لترويج هذا المسلسل، ولا المسلسل تلقى لا في فكرة ولا هدف ولا سيناريو قوي ولا. ولهذا استخدام المرأة اليوم استخدام خطير. المرأة اليوم سلعة تروج فيها بضائع، سلاح تحارب فيه دول. المرأة اليوم، ولهذا احنا نقول أيتها المرأة المسلمة أنت بيدك التغيير اليوم. إما أنك تكونين امرأة صالحة فتوقفين كل مد التغريب اليوم عندنا، وتوقفين أمام الفساد اللي قاعد يحصل الآن في المجتمعات، أو تستسلم المرأة لدعاة التغريب اليوم فتضيع الأمة كلها. ما تركت على أمتي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. طيب ليش الحديث هذا؟ لأنه صحيح هذا الواقع اليوم. المرأة تقول شيخ زوجي ما شاء الله أنا 20 سنة متزوجة وش حياتنا وعيالة ما شاء الله، فجأة زوجي تغير، قام بيصلي، قام يطلع، قام يصير برا، فلوس ما عنده، تغير علينا، قام يكره عياله. تكتشف في الأخير أنه ذهبت بعقله فتاة صغيرة ضيعت عقل هذا الرجل، ويا ليته تزوج. تقول الزوجة تقول يا ليته تزوج، لكن المشكلة دخل معها في الحرام، ضيع بيته وأسرته. الرجل العاقل تقول أنا زوجي مو كذي. فككت الأسرة وفسدت الأسرة وضيعت كل مسارات. في نساء ضيعت أسر، في نساء هي ما تبي تتزوج أصلا، تلعب على هذا وتلعب على هذا وتلعب على هذا وتلعب على هذا، فلوس وهذا وناسة وهذا كذا وهذا. مصيبة يا شيخ، مصيبة. صارت بعض الفتيات اليوم سلاح بيد الشيطان. الشيطان قاعد يستخدمها اليوم لتضييع أسر، لتفكيك أسر، لدمار مجتمعات. ادخل السوق اليوم يا شيخ، ادخل السوق وشوف الوضع. الشباب اليوم ما يبي يروح السوق يشتري ولا يتبضع، رايح السوق يتربش يطالع. أزياء احنا قاعدين، مو قاعدين في سوق مسلمين وناس جاية تتسوق وناس تتقي الله عز وجل في هذا السوق. اقعد في بعض المقاهي وطالع. والله يا شيخ في بعض الدول في أوروبا يمكن ما تلقى الفترة اللي تلقاها عندنا في بعض أسواقنا. وين رايح هذه؟ هل اللبس هذا رايح عرس ولا رايح سوق؟ مكياج صارخ، لبس فاتن، رائحة لو تمر هني عيون بعد نصف ساعة تشم رائحتها. ايش دعوة؟ وين قاعدة هذه؟ وين رايحة؟ رايحة عرس ولا رايحة بيت زوجة تتزين له؟ لا، والغريب بعض النساء تلقاها حق الزوج ما تسوي شيء. زوجها والله ولا درى عنها ولا شاف عليها شيء من الجمال هذا، تطلع برا تفتن البشر. ليش؟ وهل الله عز وجل خلقنا لأجل هذا؟ الله عز وجل يقول لنبيه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الله. أجمل شيء لما تشوف الغربيات لما يسلمون يا شيخ، أول ما تسلم على طول تتحجب. أنا قبل شباب شفت لي في اليوتيوب مقطع لامرأة فرنسية الأصل، يعني أبا عن جد، أسلمت وزوجها مسلم لكن متجنس فرنسي عايش في فرنسا. المقطع ناقلين قناة إخبارية فرنسية، ويا ريت الناس يدشون عليه في اليوتيوب. هذه الفرنسية لابسة حجاب يمكن أكثر نسائنا اليوم هني ما يسوونه. يا الله.
شيخ ما أقول لك بعد بوشية وغطاء وجه حتى فتحة عين ما في. ما في شيء، الله المستعان. ما شاء الله حجاب وعباءة. طيب ذكرت نفس الشيخ يعني فتحة عين ما فيه. البعض هنا يعني يقول هذا فيه نوع من التشدد، وفي نوع من يعني تضييق، وفي نوع من التحجير عن النساء في قضية هذا اللباس، وهذا اللباس لم يكن لدى الصحابيات، أو يأتون بأدلة معينة ضعيفة أو قس على ذلك في هذا الجوانب، ويقول لا نحن مفترض النساء يعني تستر فقط ما يعني يثير الشهوات وإلى آخره في هذا الجانب. لكن الحاصل الآن أن صار في نوع من أيضا تغيير لمفهوم العباءة في بطريقة أو بأخرى. لذلك دعنا بداية نقرر ما أمرا، وهو ما هو الحكم الشرعي للحجاب وحكم هذا الحجاب، ثم مواصفات هذا الحجاب كما ذكرت من قبل قليل فضل الشيخ. نضع مواصفات عامة للحجاب حتى يفهم أخواتنا وبناتنا أن هذا الحجاب، هذه هي مواصفات الحجاب، خاصة في زمن الفتن الذي نعيش فيه، وهو زمن فتنة شديدة للغاية. الحجاب فرض بالكتاب والسنة والإجماع، ما خالف بهذا أحد من المسلمين، ولهذا من أنكر الحجاب والعياذ بالله أنكر شيئا معلوما في الدين بالضرورة. قول الله عز وجل الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اختلف أهل العلم هل هذا يدل على وجوب غطاء الوجه أو عدم وجوب غطاء الوجه. هذا الخلاف معروف عند الفقهاء، لكن ما اختلفوا على ما سوى الوجه والكفين، هذا ما اختلفوا فيه، اختلفوا فقط على الوجه والكفين. بغض النظر عن هذا الخلاف، يبقى أن الحجاب كان المقصود فيه الستر. الحجاب هو الستر يا شيخ، يعني الحجاب يجب أن يكون واسع.